لا جديد يذكر. ألف مبروك للنادي الأهلي وجماهيره. البطولة رقم 16 في السوبر المصري. الأهلي واخدها 16 مرة من 23. الزمالك خدها 4 مرات. 4 مرات دول منهم اللي هم أول 2 سوبر الأهلي ما شاركش فيهم أصلا. يعني أول سوبر ده أنا فاكره كان ميعاده مش مناسب للنادي الأهلي، والنادي الأهلي رفض المشاركة فيه، يعني قال لهم يأجلوه تقريبا يوم أو يومين يغيروا ميعاده. الاتحاد المصري مرضيش، فكان المفروض ان هو يتلعب بين الاهلي والزمالك عادي يعني، ولكن لما الاهلي رفض ان هو يلعب الماتش في الميعاد اللي متحدد، وكان ساعتها السوبر ده بطولة جديدة زي كده كاس الرابطة دلوقتي بطولة جديدة، فيعني مش الأندية لسه مش مدياها اهتمام قوي، او يعني مش مهمة قوي بالنسبة لها. فالاهلي ساعتها مرضيش يلعب السوبر ورفض. الاهلي كان هو بطل الدوري، خدوا تاني الدوري برضو الميعاد مش مناسبه، رفض تالت الدوري، رفض رابع الدوري، رفض. خدوا غزل المحله اللي كان خامس الدوري ساعتها. فكان يعني الماتش ما بين الزمالك وغزل المحله اللي هو كان خامس الدوري ساعتها، فلان كل الانديه يعني ما كانتش مديها اهتمام. زي كاس الرابطه كده دلوقتي لما الاهلي برضو اعتذر عنها السنه اللي في سنه اعتذر عنها وسنه لعب بالناشئين، يعني ما كانش الاهلي مهتم بيها قوي. اول سنه وتاني سنه الاهلي اعتذر عنهم ما لعبش اصلا فيهم، فكان الزمالك هو اللي خدهم وكسب اول بطولتين ليه. ومن ساعه اول بطولتين دول الاهلي اشترك بعد كده في البطوله الثالثه طبعا وخدها، وهكذا بقى لحد النهارده. الاهلي مسيطر عليها سيطره كامله، الزمالك ما قدرش ياخدها تاني غير مرتين اتنين بس. فطبعا والمرتين كانوا من الاهلي والمرتين بضربات جزاء. الزمالك خد المركز الثاني في البطوله ديت. نبارك له الف مبروك من غير ما يجيب ولا جون. الزمالك ما سجلش ولا في الماتش الاولاني ولا في الماتش الثاني. يعني عندك سيراميكا اللي واخد المركز الثالث مسجل 3 اهداف في البطوله، بيراميدز سجل هدف واخد المركز الرابع، الزمالك واخد المركز الثاني من غير ما يسجل ولا هدف. بس الف مبروك للزمالك يعني، بس بصراحه جماهير الزمالك صعبانين عليا قوي، يعني انا مش عارف والله. بس الطموح بياخدهم وبيعلى بيهم جدا. يعني بعد ما كسبوا ماتش بيراميدز وكانت دي مفاجأة كبيرة بالنسبة لهم. بيتهيألي ما كانوش لو كانوا خسروا ماتش بيراميدز ما كانوش هيزعلوا قوي يعني. ما كانش يعني متوقعين، وناس كتيرة ما كانتش متوقعة ان هم ممكن يكسبوا بيراميدز بالمستوى والأداء بتاعهم والظروف اللي هم فيها. ولكن لما كسبوا ماتش بيراميدز قال لك بس بقى ده احنا فرقة جامدة وبتاع، والاهلي ده زي بيراميدز وهنكسبه برضه زي ما كسبنا بيراميدز والكلام ده. لا بس طبعا الاهلي غير، وطبعا غير بيراميدز خالص يعني. النظام اللي مشي على الاهلي على بيراميدز ما يمشيش على الاهلي خالص. فطبعا نزلوا ماتش الاهلي وعندهم تفاؤل وطموح عالي قوي قوي. اصطدم الطموح ده بالواقع اللي هو النادي الاهلي، وطبعا اتصدموا صدمه كبيره بعد الهزيمه من النادي الاهلي. ما كانوش متوقعينها، مش عارف ليه او ازاي كانوا متوقعين ان هم يكسبوا، خصوصا بعد ماتش بيراميدز اللي هم كسبوه. فهم كل مره كده الطموح بعد ما بيعلى معاهم قوي قوي بيتصدموا ويرجعوا تاني للارض الواقع والحقيقه ان الاهلي هو كبير اللعبه، والاهلي دايما بيصدمهم وبيوقع طموحاتهم تاني كل مره كده. فبصراحه جمهور صعبان عليا جدا جدا ان هم يعني كل مره بيحلموا وكل مره الطموح بيعلى معاهم وبعدين بيكتشفوا الحقيقه والواقع وبيفوقوا على صدمه كبيره. فالله يكون في عونهم، الله يكون في عونهم، انا عاذرهم والله. وهارد لك لكل جمهور الزمالك اخواتنا وحبايبنا. هارد لك ليهم، بس فعلا هم في ظروف صعبه وكان المفروض يتوقعوا ان يعني ده ماتش صعب وتقيل ومش هيحصل معاهم زي ما حصل مع ماتش بيراميدز. الزمالك كان نازل عامل حسابه ان هم يعني هيفضلوا يدافعوا برضو طول الماتش، يفضلوا مدافعين 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 طول الماتش لحد ما يوصلوا ضربات جزاء. ولما يوصلوا ضربات جزاء يحلها ربنا بقى، نتدرب على ضربات الجزاء ونكسب بضربات الجزاء والحمد لله واتعشت على كده زي ما حصل مع بيراميدز. لكن للاسف يعني هو لما دخل فيهم الجون بتاع زيزو بن شرقي، اسيست زيزو وهدف بن شرقي، اتصدموا او يعني مش اتصدموا يعني ما كانش متوقع، مش ده اللي عاملين حسابه. فالمفروض بقى ان هم يهاجموا، ولكن هم ما كانوش عارفين يهاجموا ازاي، ما عرفوش يهاجموا. فكان
بصراحة يعني موقف مش كويس ليهم، ما كانوش عاملين حسابه. أحمد عبد الرؤوف معذور يعني، ما كانش في إيده حاجة يعملها. مش غلطته إن هو ما ضربهمش، هو أصلًا ما عندوش وقت يدرّبهم على الهجوم ولا حاجة، يعني هو منظّم لهم خطوطهم ودفاعهم، وهندافع بالطريقة الفلانية وهنعمل كذا وكذا 1، 2، 3. هو كان ما عندوش غير يومين والّا تدريبتين، فيا دوبك لحق يا دوبك يدرّبهم على الخطة اللي هو كان مدرّبهم عليها. فطبعًا لمّا دخل فيهم الجون ما كانش عنده أي options تانية، نزّل اللعيبة بتاعته كلّها. الجون الأول بقى دوّة يعني في رأيي مهارة خاصة جدًا وذكاء من خصوصًا بن شرقي، ومهارة خاصة وحرفية وتقنية شديدة من زيزو. باحس إن بن شرقي ده بيلعب بمخه قبل ما يلعب برجله، يعني بتحس كده إن هو دماغه عالية في الكورة، يعني بيلعب بدماغه بطريقة رهيبة. كان الزمالك مقفّل دفاعه كويس جدًا في الشوط الأول، وبيحاول يقفّل على قد ما يقدر، وبيلعب بالروح والعزيمة والإصرار وكده، وإحنا هنغلب بالروح والعزيمة والقوة والعافية والكلام ده. كان لعب ناشف وبتاع. تمام أوكي، بس زي ما باقول لك بن شرقي كان بيلعب بدماغه، مش بيلعب بقى بجسمه ولا برجله ولا الكلام ده. كان طبعًا ماسكه فتوح، فتوح كان ماسك بن شرقي كويس جدًا. ففي نُص اللعب كده في آخر الشوط الأول بن شرقي قال له: "تعالَ أفسّحك شوية في الجنينة." فتوح فرح وقال له إيه: "يالّا بينا." فبن شرقي خده فسّحه شوية في نُص الملعب، لَف بيه كدهوّة لَفّة حلوة أوي، خده من الwing بتاعه لَف بيه في نُص الملعب. وبعدين لمّا راح نُص الملعب فتوح قال له: "يالّا نام أنت هنا نِنّ أهو." نيّمه في نُص الملعب. ففتوح طبعًا إيه، سَرح معاه في نُص الملعب وفي الفُسحة وفي الجنينة الجميلة ديّة، في الفسحاية اللي خدوا فيها. وقام بن شرقي راجع تاني على مكانه في الجناح. كان طبعًا مين اللي استغل المساحة ديّة؟ كان زيزو. وطبعًا هُم الاتنين في لغة تواصل بينهم لو تلاحظ إن بن شرقي قال لزيزو اجري أنت هنا وقام مدّيها له، وزيزو قال له روح أنت هناك وقام مدّيها له. فكان في لغة إشارة ما بينهم كانت كويسة جدًا، يعني فهموا بعض كده بالإشارات. طبعًا فتوح على ما فاق بقى كان في نُص الملعب، صحي لقى نفسه معاهوش حد، فين بن شرقي؟ تايه مش عارف يروح فين ولا يعمل إيه. كان سرحان هو وشحاتة الاتنين في نُص الملعب، وزيزو كان معاه الكورة يا دوبك رفعها لبن شرقي. طبعًا بن شرقي جري في المساحة الفاضية بعد ما محمد إسماعيل كان راح مسك جراديشار، ففضيت مساحة وراه. فكان طبعًا متواجد فيها بن شرقي لوحده، واستلم الكورة على صدره بروعة ولف لفة رهيبة جدًا ورائعة وحطها. وكان عواد بيتفرج عليها زينا بالضبط، في رد فعل هايل من بن شرقي برضه إن هو يلف جسمه وعارف مكان الجون فين بضهره كده، شايفها بضهره. وقام لافف وقام شايطها في ثانية من غير بقى ما يعدل ويضبّط ويخش ويشوف وبتاع، لأ ما فيش الكلام ده. على طول استلامة، لفة بشوطة من غير ما يبُص ومن غير ما يعرف الكورة عارفة طريقها، راحت مباشرةً في المرمى. بعدها زي ما قُلنا الزمالك كان بيهاجم بعشوائية، نزّل بزيرة النجم بتاعهم طبعًا نجم كويس جدًا. بزيرة بقى كان نازل عاوز ينتقم، كان نازل بغِل. قال لك أنتم الماتش الأولاني قعدتوا تتريقوا عليّا وكده، طب أنا هانزل أورّيكم الماتش ده. ونزل فعلًا وكان بيغِل جدًا وبيلعب بحماس وقوة، وخد كام فاول. وطبعًا في 2، 3 لعيبة من الأهلي خدوا إنذارات علشان يحاولوا يوقّفوه، منهم كوكا ومروان عطية وبتاع وخدوا إنذارات وكده علشان يحاولوا يوقّفوا بزيرة، وهو كان نازل فعلًا بيغِل. ولكن ما فيش خطة أو حاجة جماعية يعملوها مع بعض أو حاجة متفقين عليها أو تدريب. وطبعًا مش هاقدر ألوم أحمد عبد الرؤوف، لسه ماسك الفرقة ما بقالهوش يومين والّا تمرينتين، وده تاني ماتش والّا تالت ماتش ليه. هتلومه على إيه يعني؟ ما هو ما لحقش يعمل حاجة، لسه مدرب واعد. وممكن لو خد الفرصة يبقى كويس ويمرّنهم على حاجات وفرص تانية، لأن طبعًا قدّام هيقابل فرق بتدافع وكده، فلازم يمرّن الفرقة بتاعته على كل المواقف، في حالة الدفاع يعملوا إيه، وفي حالة الهجوم يعملوا إيه، حالة الهجمات المرتدة، حالة الارتداد السريع. وطبعًا القماشة اللي معاه برضه مش مساعداه، وفيهم كام لعيبة كويسين بيحاول يستغلّهم. ممكن في انتقالات يناير طبعًا مش عارف بقى هيحلّوا إيقاف القيد اللي عندهم ده والّا لأ. فيعني ما تقدرش تلوم أحمد عبد الرؤوف. فبعد الجون الأول بزيرة مجهودات فردية كلّها طبعًا، هو وطبعًا شيكو بانزا اللي بيعمل مجهود فردي فظيع لوحده مع نَفْسه خالص، ربنا يعينه.
كانوا حاولوا إن هم يعني يعملوا خطورة على النادي الأهلي، ولكن بعد كده طبعًا حصلت الجون التاني اللي جابه النادي الأهلي من هجمة مرتدة بتاعة محمد طاهر، رفعها بشماله لمروان عطية، وألف مبروك لمروان عطية، يعني تاني جون ليه مع النادي الأهلي، الأولاني كان ضربة جزاء. هو دايمًا بصراحة النادي الأهلي زي ما شُفتوا دفاعه اتضبط الماتش دوّة. في وجهة نظري أنا كان الأهلي طبعًا دفاعه كان فُسحة، يعني أي حد بيروح يتفسّح في دفاع النادي الأهلي ياكل عليهم عيش وحلاوة، ولكن من ساعة ما جه هيستروب المدرب الجديد عمل حاجة بصراحة شايفها ذكية جدًا، إن هو جاب ديانج ومروان عطية. تغيير الديانج إن هو يجيبه في نُص الملعب بدل بن رمضان، غالبًا يعني بيبقى بدل بن رمضان، ديّة قفّلت الدفاع شوية، ليه؟ لأن عملت خط دفاع زيادة للنادي الأهلي، يعني ديانج طبعًا بيلعب ما بين 8 و6 بيتقدّم في الهجمات وورا المهاجمين وكده، وبيُقف ك خط دفاع أول ما الكرة بتتقطع من النادي الأهلي تلاقي ديانج على طول زي الوحش بيضغط يسترجع الكرة بسرعة جدًا، وبتبقى دي قوة دفاع النادي الأهلي، اللي بيفلت من ديانج بقى ويعدّي مثلًا ويباصي الكرة بيلاقي مروان عطية، بيفلت من مروان عطية بيلاقي دفاع النادي الأهلي، فطبعًا ديانج ادّى قوة للدفاع، بقى خط يعني خرساني واقف في نُص الملعب هو ومروان عطية بيمنعوا أي هجمات مرتدة أو أي ارتدادات سريعة تيجي على النادي الأهلي في حالة الهجوم، وبيدّوا أريحية للعيبة اللي قدّام والمهاجمين إن هم يهاجموا براحتهم، وكمان بيدّي إضافة قوية لمّا بياخد الكورة وراهم وبيقدر إن هو يعدّي ويخش وكده، وطبعًا وسرعة الارتداد بتاعته ولياقته البدنية بتساعده إن هو يرتد بسرعة ويسترجع الكرة في أسرع وقت ممكن، وديّة كانت النقطة اللي حسّنت من دفاع الأهلي وقلّلت من الهجمات المرتدة عليه، وكمان رجّعت الاستحواذ بسرعة للأهلي، وقلّلت عدد الأجوان اللي بتخش في الأهلي، كان عدد كبير جدًا دخل طبعًا من أول الموسم، بس فهو ده في رأيي هو اللي عمل الفرق. لازم أدّي زيزو حقّه، اتشتم كتير أوي في الماتش دوّة، ورغم كده كان مركّز، نفس جودة العرضيات هي، بل بالعكس نشاطه زاد وهجمات ودفاع وهجوم وارتداد سريع وكل حاجة بصراحة كان عمل ماتش كبير جدًا، ويستحق man of the match اللي خدها فعلًا، عمل assist الجون الأول وعمل مجهود كبير جدًا طول المباراة سواء دفاعي والّا هجومي. في كمان بعد زيزو كنت عاوز أتكلّم على الجون اللي دخل في الأهلي، الجون اللي دخل في الأهلي طبعًا يعني مش عارف الشناوي طالع بيعمل إيه، أنت جون كبير وجون منتخب مصر وأحسن جون في مصر، تطلع إزاي طلعة زي ديّة كده تمسك الهوا؟ ما ينفعش يا جدعان، ما ينفعش ده يكون يعني مستوى حارس مرمى الأهلي ومستوى حارس مرمى منتخب مصر، يطلع يمسك الهوا، أنت طلعت من جونك يبقى لازم تطلع تاخد الكورة. إنما ده طالع غلط وتوقيت الطلوع غلط وماسك الهوا بإيديه وطالع الكرة عدّت منّه بكل بساطة وبكل سهولة لسيف الدين الجزيري، لولا الحظ بس إن سيف الجزيري كان ما أعرفش عامل إيده لقدّامه كده ليه وهو طالع، فلمّا عمل الكرة بدماغه نزلت على إيديه، يعني فده كان حظّه حلو الشناوي أشوف يعني إن ربنا بيحبه في الكورة ديّة، وكان حظّه حلو أوي فيها. فدي أول حاجة كنت عاوز أتكلّم فيها كانت على ماتش الأهلي، خصوصًا الجون بتاع assist زيزو وتحرُّك بن شرقي، مش عارف والله من غير زيزو وبن شرقي كنا هنعمل إيه، يعني كان يعني ليهم فايدة وقوة كبيرة جدًا للنادي الأهلي، شكرًا لنادي الزمالك اللي هو بيعِد لنا الناس الكويسة ديّة وبيدّيهم خبرات كويسة عشان ييجوا يستغلّوها في النادي الأهلي ويفوّقوه تاني، الماتش دوّة يعني هيفوّق النادي الأهلي وهيرجّعه تاني على الطريق الصحيح، وهيرجّع اللعيبة كلّها لمستواها، إن شاء الله بإذن الله نتمنى في باقي المسابقات يستمر الأداء دوّة والتفوّق دوّة والعزيمة والروح ويرجعوا تاني يفوقوا. ليه عتاب بس قُلنا على الشناوي أولًا وعلى تريزيجيه ثانيًا، يعني طبعًا الماتش فيه مميزات كتيرة جدًا قُلناها واللعيبة أدِّت بشكل هايل، ولكن أنا مش عارف تريزيجيه ده بيلعب ليه، أنا في رأيي إن الأهلي مستواه مش هيتعدل ويرجع تاني غير لمّا تريزيجيه ده يقعد دكة. أنا لازم تريزيجيه يقعد دكة، أولًا هو يفوق لنفسه،
محتاج علاج يعني نفسي أو كده، إن هو مش متّزن بصراحة في الملعب ولا قراراته ولا تصرفاته، فأنا لازم تريزيجيه يقعد مع نفسه قعدة كويسة أو حد يقعد معاه يقول له المفروض إن هو لعيب كبير وهو فعلًا لعيب كبير، يفوّقه ويرجّعه تاني لمستواه، يقعد على الدكة علشان يحاول يركّز مرّة تانية، لإن هو تقريبًا مركّز في حاجة تانية دلوقتي غير الكورة أو غير الملعب. مركّز إن هو النجم الوحيد وإن هو لازم يبقى النجم ولازم يحُط لمسته، وهو يعني أناني جدًا، جدًا في الكورة، أي كورة بياخدها بيشوطها، بيتصرّف فيها غلط، مش هيعمل كده غير لو كان مش مركّز خالص في الكورة. فأتمنى إن هو يرجع يركّز تاني، يقعد على الدكة شوية يريّح ما فيش مشكلة، عندنا بدايل كتير قوية تحِل محله الفترة ديّة، أولًا ده مصلحة للفرقة، ثانيًا مصلحة ليه هو كمان علشان يرجع تاني لمستواه اللي إحنا نعرفه عنه. بس ده اللي أنا كنت عايز أقوله عن ماتش امبارح، وألف، ألف مبروك للأهلاوية مرّة تانية، وhard luck لإخواتي وأصحابي وحبايبي الزملكاوية، وإن شاء الله نتقابل تاني مع مباريات تانية قوية وبطولات تانية، إلى اللقاء.